أخبار يوم الأحد مهمة وقصيرة. يقول الملا عبد الغني برادر معاون الاقتصادي لرئيس الوزراء: لا يجوز حرمان الناس من أي حق من حقوقهم الإسلامية والثابتة. قال وزير الخارجية في اجتماع إعفاء الجرائم المالية: نقول لباكستان المجاورة أن التوتر على طول الحدود ليس في مصلحة أحد. نرى الباكستان كدولة مسلمة مجاورة ونتوقع منه مثل ما نتعامل معهم. فتحنا لكم طرق العبور ونطلب منكم ردا مماثلا حتى تنتهي المشاكل. يقول الملا عبد الغني برادر: يلزم على وزارة المالية تحصيل الضرائب بطريقة لا تنخفض فيها عائدات الإمارة الإسلامية ولا تشكل عبئا ثقيلا على الصناعين والتجار. يقول رئيس الغرفة التجارية شيرباز كمين زاد: التجارة ليس جلب كل شيء من الخارج، ولكن التجارة هو تصدير شيء من البلد واستيراد شيء آخر. أضاف مدير الغرفة التجارية أنه تم منع التهريب وتم ترسيخ الشفافية في جميع المجالات. تم القبض على 25 شخصا من قبل وزارة الداخلية في مقاطعات نيمروز وغور وهيرات وتخار وغزني وفرا وقندوز لضلوعهم في السرقة والقتل والاتجار بالبشر. أشرفت دائرة الإسكان والتنمية العمرانية بمقاطعة بروان على إنشاء سوق الخضار والفواكه بمدينة الإمام أبو حنيفة. يقول بلدية كابول: تم تطهير مناطق مختلفة من المنطقة 12 من المخالفات الحضرية. تقول وزارة النقل والطيران: عقد اجتماع مع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لأفغانستان. تمت مناقشة القضايا الفنية والتشغيلية في هذا الاجتماع. في 24 ساعة الماضية نفذت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة كابول 4 عمليات ضد مهربي المخدرات وتجار المخدرات في مدينة كابول. نتيجة لهذه العمليات تم الحصول على كمية من الحشيش والزجاج و203,000 أفغاني.